أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو منسوش تصلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تشوفوا الفيديو. وحشتونا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويعود عليكم الايام بخير وانتم بخير وصحة وسعادة وفي احسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده منسوش دعواتكم الجميلة لينا واللايك الجميل بتاعكم، وخليكم معانا كده دايما، وبنحبكم جدا جدا. ربنا يخليكم لنا يا رب كده من داخل مصر ومن خارج مصر، كلكم على راسنا من فوق، ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب. قبل اي حاجه كده برضو قبل ما نبدا الفيديو، طنط فاديه ماما فاديه معاكم اهي. السلام سلموا عليها. عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب والسعادة، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير انتوا وحبايبكم جميعا. يا احنا رب. النهاردة بقى نعمل معاكم ايه؟ البط مشوي بالبرتقال. بالبرتقال والرز بالبسل والجزر. انا ساعة ما قمت من النوم قلت امل هتقوم متاخره وكده يعني، فطلعت البطه فكت وعملت لها محلول. يا جماعه نقعتها فيه يجي 3-4 ساعات قبل ما امل قامت من النوم. يعني من ساعه السحور يعني وكده يا جماعه، طلعناها بعد ساعه السحور وما قمت بدري كده ايه كانت فكت. نقعتها 4 ساعات كده في محلول يا جماعه، اللي هو ايه؟ ميه وخل وسكر وليمون وجميع البهارات، بس حبوب ما هياش مطحونة، زي الكباب الصيني وزي القرفة وزي والجنزبيل لا، الكباب الصيني والقرفة والقرنفل والحبهان وورق لورا، وسيبناها منقوعين 3-4 ساعات عبال ما أمولها صحت. أمورة صحت بقى يا جماعة، وتعالوا نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه بقى كده جبنا برتقانه معانا كده وعملناها، جبنا كوبايه عصير، عملناها عصير في برتقان فريش تمام. وبعدين القشر بتاع البرتقان بشرناه كده في المبشره تمام. وبعدين بصلتين كده متوسطين وطماطمايه ومعلقه عسل وايه تاني وتوم برضو وايه تاني. وعصير البرتقال ايوه. والبهارات اللي هو ايه أمولة، جنزبيل وفلفل اسمر وبهارات مشكله والسبع بهارات وحبهان برضو وحبهان مطحون وقرفة وايه تاني. 7 بهارات وملح قلناها، برضو يا جماعة. وملح ومعلقة عسل كبيرة كده يا جماعة. ايوه. ومسكناهم ضربناهم وشوية ملح وضربناهم كويس في الخلاط أو في والكبة. الكبة. وجينا مسكنا البطة كده شرحناها زي ما انتوا شايفين كده عشان ايه تمتص البهارات بقى كده ويبقى لها التتبيلة طعم دي. برضو وحاجات كده حلوة. طبعا بقى كده يا جماعة شايفين الطبق ده، بصوا كل الخضار احنا كده مسكنا اللي الأول يا أمولة البطة دعكناها كويس ايوه. قوي من جوه ومن بره بالتتبيلة بتاعتها. ايوه. وجبنا ايه؟ حباية بطاطس كبير، أي خضار بقى عندك.
بطاطس وجزر بقى وبسلة وبسلة. وبصل، اي خضار عندك تحب ان انت تحطيه بتحطيه شايفين بقى معاه. الحلاوة يا جماعة والجمال. تحطي شوية في قلبيها وتحطي بقى حواليها كده، بتطلع لك طبق خضار ولا كلمة. طبعا بقى يا جماعة حطيناها في الأول كده في كيس الحراري ده، وقفلناه كده كويس بقى ايه، حطينا بقى كل الخضار كده وحطينا في قلبها من جوه كده، وبرضو التتبيلة بتاعتها يعني دهناها من جوه برضو من بره وظبطناها كده، وجبنا بقى ايه الكيس ده كده وربطناه كده كويس وقفلناه كويس. لازم نتأكد يا جماعة ان هو مقفول كويس وهنعمله علشان ايه، هنفتح الكيس من فوق كده يا جماعة، 3 4 فتحات كده عشان تطلع البخار من الكيس والكيس ما يفرقعش. ايوه، لان لو اتنفخ وكده عليه فرقع في الفرن وكده شايفين يا وحلاوة جماعة، شايفين بقى الجمال كده يا ولا جماعة. احلى من كده طبعا. يلا بينا كده نحطه في الصينية اللي معانا، هنحطه في الصينية كده وندخل بيه كده في الفرن يا لا جماعة. لسه يا أمول، ايوه لسه هنحط هنغلي مية. مية، نغلي ايوه شوية مية كده أو في كاتل يكون مغلي مية، ونحط فيها ايه شوية مية مغليين قبل ما نكون احنا مولعين الفرن أصلا واحنا ايوه، بنجهزها، ونيجي ايه نحط بقى فيها المية المغلية ونحطها في الفرن. شايفين بقى كده شايفين يا زي ما انتم جماعة، شايفين غلينا بقى كده البراد الكاتل بر- عطلان عاوزين كاتل ياما. غلينا كده المية زي ما انتم شايفين، وحطيناها بقى كده في الصينية يعني بتاعتنا. مية يعني مش كتير يا جماعة، يعني ايه، ايوه يعني كوبايتين مية كده ولا حاجة مغليين، وبعدين برضك نبقى نبص نشوفها لو ممكن المية تكون نشفت نحط برضك شوية مية مغليين لها. ايوه وما بتاخد ما يكون الفرن مثلا نحطها في الفرن لما تغلي كويس في الأول، نبدأ نهدى عليها الفرن كده ونسيبها ايه تستوي براحتها ساعتين ساعتين ونص لعند ما اللحم تحس ان دايب كده وطعمه جميل. طبعا. بصوا بقى كده خدناها ودخلناها في الفرن بقى وسيبناها كده. طبعا انتوا كده شايفين معانا يا جماعة الحوايج بتاع البط، احنا ما بنرميش حاجة يا جماعة عشان كده حرام اصلا، فالعيال طبعا ايه الصغيرين بيحبوا دايما الشرب، قمنا ولعنا عليهم الحوايج بتاع البطة كده وحطينا عليها البهارات وقرن فلفل وحباية طماطم وبصلة كده ووطينا عليها وسبناها ايه لما تنشف كده كويس نحط لها ميتها وتبقى ايه الحوايج بالشرب. وكده طبعا يا جماعة أمولة دي بتبقى حبيبة قلبي يا جماعة والله، بنتي بالظبط زي أي بنت من بناتي، وأغلى كمان شوية لأن دي مراتي الغالي، لازم تكون غالية زي الغالي. طبعا بقى كده حبايب قلبي جبنا حلة زي ما انتوا شايفين وحطينا فيها مكعب زبدة وسيحناه كده زي ما انتوا شايفين، مكعب زبدة حلو كده وعلى معلقتين زيت برضو، ونسيحهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ماما فاضية بقى منوراني كده النهاردة انت في منورة الدنيا الفيديو. كلها يا أمولة والله. حبيبتي والله يا ربنا يخليكي ما تحرمش منك أبدا يا رب. انت اللي منورة الدنيا كلها يا أمولة، ويا جماعة اللي عنده مرات ابن حلوة زي أمولة كده وصغيرة يعتبرها طبعا بنت من بناته، يعلمها كل حاجة، أي حاجة في الدنيا هي ما تعرفش تعملها طبعا حماتها تعلمها لها او مامتها بلاش حماتها تعلمها كده اكنها بنتها بالظبط، وتعرفها الصح من الغلط، وتعلمها ازاي تعمل اي حاجه. زماني كده ببقى مع امل في كل حاجه واقول لها يا امل اللي نعمله ما تنسهوش، صح يا ايوه اموله؟ طبعا، ودي كلمتها على طول طبعا يا جماعة. فانا عايزين بقى عايزاها كده. تكون احلى مرات ابن في الدنيا كلها طبعا، حبيبتي والله يا ماما ربنا فادية يخليها يا ربنا رب يخليك يا رب. ويسعدها كده هي واولادكم. طبعا بقى كده يا جماعة عشان برضو الفيديو معانا ونشوف احنا عملنا ايه بالظبط. اول حاجة كده حبايب قلبي، زي ما قلتلكوا سيحنا مكعب الزبدة تمام على معلقتين زيت تمام، وبعدين جبنا عود قرفة وحبهان يعني ايه شوحناهم كده على في السمن في الزبدة، الزبده يعني لما لهم ريحتهم طلعت كده ريحة وبقت كده جميله. بسيطة. تمام. طبعا البصلة حطيناها كده على النار قلبناها تقلبتين، مش عاوزينها يا جماعة تحمر او تصفر تمام، عاوزينها بس تدبل كده. وبعدين هنقوم نازلين بقى بسله بالبسلة والجزر. والجزر، وهنحط عليهم مكعب مرقة ورشة فلفل اسمر ورشة بهارات مشكلة تمام. وهنسيبهم بقى كده يا جماعة على النار. طبعا انتوا عارفين ان البسلة والجزر باخدوا سوا اكتر من الرز، فاحنا سيبناهم على النار كده لحد ما يستووا. كل شوية يا آه جماعة نبدأ نقلب بيها لأن ممكن تلزق منك يا أمول، ايوه، فاحنا فاحنا بنقلبها بقى بنقلبها كل كل شوية شوية كده يعني. ايه اللي عند ما تدخل في السي هنحط الرز معاكم اهو.
ايوه حطينا الرز بقى كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين، وبعدين جبنا نص معلقه كركم كده على نص معلقه كاري، تمام، وهنقلبهم بقى كده في بعض. عاوزه اقول لكم ولا احلى ولا اطعم من كده يا جماعه بصراحه، يعني بصراحه كانت الاكله طعمها تحفه جدا، وطبعا ده بمساعده ماما فاديه كانت واقفه معايا، ربنا يخليها كده يا رب وما تحرمش يخليكي منها يا ابدا أمول. ابدا. إيه كان بصوا كان حاجه كده تحفه جدا، الاكل كان دي طعمه فاخر من جميل. الآخر يا أمول. ايوه. شايفين بقى كده يا جماعة بعد ما قلبتهم كده مع بعض واللون بقى كده بقى شكله جميل كده في الرز والحاجات دي كده، شكل نز- الخضار كده يا جماعة جميل، وشكل كل حاجة كده جميلة. طبعا بقى كده نزلنا مع بالمية المغلية بتاع الرز. طبعا بقى كده عايرنا الرز بالمية يعني وكده عشان الرز يطلع مظبوط، وقلبناه بقى كده زي ما انتوا شايفين كويس، وبعدين بقى كده ظبطنا الملح بتاعه وسيبناه بقى غطينا عليه كده لحد ما يستوى ويبقى كده زي الفل، وهتشوفوا في الاخر يا جماعة زي ما فادية كده بتقول فاخر من اخر. شكله والله يا جماعة يفتح النفس كده، ويعني يعني صحي جدا بالذات الخضار اللي فيه واللي في البطة برضو، كل حاجة كده كانت طعمها جميل والله العظيم يا جماعة، يعني حاجة كده جميلة وياريت تجربوها. طبعا هنا بقى كده خلصنا بقى طبخ وزي ما انتوا شايفين، جينا بقى عشان كنا خلاص قربنا على المغرب، عملت العصير فراولة على موز. كتير بيقولوا برضو ليا والأبلة أسماء انتوا بتعملوا مثلا هو انت عصيركوا كله موز عليه الموز يعني وكده، طبعا احنا بنحب يا جماعة الفاكهة العصير بالفاكهة الطبيعي يعني وكده، ما بنحبش العصير اللي هو العادي اللي هو الفروتي والحاجات دي، بنحب الفاكهة الطبيعية برضو عشان الأولاد وكده، وهو طبعا جميل ومفيش أحسن من كده طبعا. فظبطت بقى الدنيا كده وجبت بقى فراولة على موز وعملت العصير كده زي ما انتوا شايفين، طبعا بقى كده منسوش اللايك الجميل بتاعكم. تسلم ايدك يا أمول. حبيبتي يا ماما فادية والله ربنا يخليك يا رب ما تحرمش منك ابدا ابدا. ربنا يخليكي. طبعا بقى منسوش اللايك كده لماما فادية، اللايك الجميل بتاعكم أحلى لايك والاشتراك في لأمولة يا القناة، جماعة. وقولها كده منورانا كده يا ماما فادية. ده نورك يا عسل، ونور حبيبتي حبايب والله. قلبي كلهم اللي بيوحشوني. بحب الكومنتات بتاعتهم، بحب اقرا كل الكومنتات طبعا بتاعتكم والله يا والله. جماعة بتقعد كده تقولي هاتيلي التعليقات كده وفرجيني الناس بتقول ايه وحبايب قلبك كده بتقول ايه، ففرحانة قوي فبفرحوا قوي جدا بكلامكم بتفرح الجميل جدا والله يا لأمول. جماعة. طبعا هنا بقى كده عملت العصير وظبطت السكر بتاعه، تمام. طبعا احنا بنحط السكر كده بنكون عارفين معيار السكر وبنظبطه وبيطلع مظبوط يعني، تمام. وبعدين ايه حطيته كده في الكوبايات عشان بابا جمال يعني ايه هو بيشرب عصير الاول وبروح يصلي، فبنكون يعني محضرين العصير يعني وكده عشان يعني بتوضى ويقوم رايح على الجامعة على طول، تمام. شايفين بقى يا جماعة الجمال والحلاوة بقى والشياكة والأناقة. شايفين بقى الحلاوة شايفين كده اللي في ست الكل. البطوطة بتاعتنا. اه يا جماعة بصوا حاجة كده جميلة وما شاء الله شكلها جميل كده يا جماعة، وبصراحة يعني أنا يعني بصراحة انبهرت كده بشكلها وبالحلاوة الجميلة دي كده ما شاء الله. شايفين بقى كده الخضار اللي كان فيها يا جماعة، بصوا جربوها كده وانتوا هتشوفوا برضو، يعني انا مش عارفة اقول لكم والله ومش عارفة اتكلم عنها بالحلاوة اصلا اللي فيها، فانتوا جربوها وشوفوا يعني هتكون مظبوطة معاكم ازاي وهتكون جميلة معاكم الله ازاي. الله على لون الرز بتاعك يا شايفين بقى كده أمولة. الرز وجماله يا جماعة، ما شاء الله على الجمال برضو يا جماعة والله حاجة كده جميلة وكل حاجة كانت جميلة جدا. وطبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم وهتوحشوني جدا جدا، وقولنا منسوش تدوسوا اللايك اللايك كده، لأمولة. وطبعا قولنا رأيكم ايه في الفيديو النهاردة، ولو الفيديو عجبكم كده منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله كده كل حاجة كده مننا تلاقوها حلوة، وهتوحشوني جدا جدا مع ألف 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 مليون سلامة. طبعا بقى كده شايفين بقى السفرة الجميلة بقى وقعدنا كده مع بعض وفطرنا، اتفضلوا معانا بقى كده حبايب قلبي. كل سنة يا وانتم ريت طيبين والله يا تتفضلوا جماعة معانا. ومتهنيين وسعداء. يلا مع ألف ألف مليون سلامة، هتوحشوني جدا، سلام، بحبكم جدا. مع السلامة.